السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. غضب على مواقع التواصل الاجتماعي إثر الحكم بتمديد سجن الداعية السعودي الشهير خالد الراشد للمرة الثانية لتصل مدة عقوبته إلى 40 عاما. محكمة الاستئناف السعودية قامت بتغليظ الحكم الصادر ضد الشيخ خالد الراشد للمرة الثانية وإضافة 17 سنة أخرى إلى مدة حكمه لتصبح 40 سنة، حيث تم اعتقال الشيخ خالد الراشد عام 2005 من فوق منبره على خلفية خطبة له عن الرسوم الدنماركية المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم التي كانت بعنوان يا أمة محمد. ما يزال الشيخ خالد الراشد يقبع في سجون بلاد الحرمين لمدة 17 سنة بعيدا عن أسرته وأصدقائه ومحبيه رغم نهاية حكمه المقدر 15 سنة. وللمرة الثانية محكمة الاستئناف السعودية في هذه الأيام تغلظ الحكم الصادر ضد الشيخ خالد الراشد وتضيف إلى مدة حبسه 17 سنة أخرى لتصبح 40 سنة.